السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم. النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح زمن البريزنت سيمبل. شرحنا بارت 1 شرحنا فيه how to make sentences، ازاي نعمل جملة مثبتة. النهاردة ان شاء الله هنكمل بارت 2. اللي ما شافش بارت 1 هسيب له في الديسكريبشن اللينك بتاع الفيديو الاولاني، في شرح جميل ومعاه اكسرسايز على الجملة المثبتة. طب النهاردة هنشرح ايه؟ هنشرح الجملة المنفية وهنشرح كمان السؤال. يلا بينا على بركة الله. قبل ما نشرح الجملة المنفية والسؤال هنراجع على الجملة المثبتة، وهنراجع على استخدام زمن البريزنت سيمبل. بيقول لي we use the present simple for daily habits. بنستخدم المضارع البسيط في ال daily habits اللي هي العادات اليومية and routines والروتين اليومي. طب التكوين بتاعه ايه؟ قال لي التكوين بتاع زمن البريزنت سيمبل في الجملة المثبتة، لو انا عندي I او you او we او they او اسم جمع بجيب بعدهم التصريف الاول للفعل. فهنا مثلا بيقول لي we usually play tennis on Friday. we بتاخد الفعل اللي بعدها بدون اي اضافة، عشان كده قال لي play. ويوجوالي طبعا من علامات زمن البريزنت سيمبل، حاجة بتدل على التكرار. طب لو انا عندي هي او شي او ات او فاعل مفرد بجيب بعدهم التصريف الاول للفعل واضيف للفعل يا اس يا اي اس يا اي اي اس. زي مثلا ما اقول له he watches TV every day. every day من علامات زمن البريزنت سيمبل. ليه؟ لانها بتدل على التكرار، بتدل على الديلي هابتس، عادات متكررة كل يوم. طب هي بياخد الفعل بعده في اس او اي اس او اي اي اس. طب انا عندي الفعل في اخره سي اتش يبقى اضيف له مين؟ اي اس. لو عايز تعرف امتى بستخدم الاس والاي اس والاي اي اس في الفيديو الاول مشيئة الرحمن. طيب تعال ناخد بقى الجديد النهاردة، النيجاتيف ستيتمنتس، الجمل الخبرية المنفية. لو انا عندي I ووي وذي ويو والاسم الجمع بجيب بعدهم do not اللي هي don't plus infinitive. هقول له cars don't move quickly in the morning. العربيات لا تسير بسرعة في الصباح. هنا cars كأنهم they هتاخد في النفي مين؟ don't plus infinitive يبقى don't move. طب لو عندي هي او she او it او اسم مفرد بجيب بعدهم does not اللي هي doesn't plus infinitive. اقول له she doesn't need to use cars every day. انا عندنا كلمة every day بتدل على تكرار الحدث او الروتين اليومي، عشان كده جبنا زمن البريزنت سيمبل بس منفي يبقى doesn't plus infinitive. لو حبيت اعمل بقى interrogative صيغة الاستفهام هبدأ يا اما بدو يا اما بدز. دو هتاخد I ووي وذي ويو بعدها او اسم جمع بلس infinitive، وجاوب اقول له yes والفاعل ودو او no والفاعل ودونت. ناخد مثال بيقول لي do you know how to solve the problem؟ هل تعرف كيف تحل المشكلة؟ لو اعرف اقول له yes I do، مش عارف اقول له no I don't. طبعا هنا بدأت السؤال بدو فبجاوب بدو، ويو اتحولت لمين؟ لآي. بس في السؤال بقول له do you وفي الإجابة بقول له I do. طب لو no يبقى no I don't، عشان no صاحبتها مين؟ not. طب لو سألت بداز، داز هيجي معاها هي او شي او ات او اسم مفرد بلس infinitive، وفي الإجابة بقول له yes والفاعل وداز أو no والفاعل ودازنت. أقول له does your street have this problem؟ هل الشارع بتاعك عنده تلك المشكلة؟ لا، يا إما yes يا إما no. yes it does يا إما no it doesn't. طبعا your street هتبقى it ونزل مين؟ does، ومع no هتنزل doesn't. تعال ناخد أول exercise. بيقول لي read and write the correct form of the verb between brackets. number 1 they don't plus infinitive. أقول له they don't come. he مش بياخد don't، بياخد مين؟ doesn't، يبقى هي doesn't live in سيوة. do برضه هياخد مين؟ does، يبقى does أحمد اللي هو هي، يبقى does أحمد have a bike. she
او عايز انفي اقول له بدل ما اقول له not go يبقى doesn't go to school on Saturdays. يبقى on Saturdays يعني كل يوم سبت. هقول له I don't like busy places. طب انا عندي هنا مين؟ آية، وعندي في الإجابة no she doesn't، يبقى أكيد بسأل بمين؟ بدز. طبعا في أول الكلام بيبقى أول حرف capital. do you do plus infinitive يبقى do you need. she هتاخد مين؟ doesn't like يبقى she doesn't like، هي مش بتحب pollution أو pollution. do they throw trash on the ground. my brother doesn't plus infinitive يبقى work. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بيقول لي she doesn't plus infinitive يبقى she doesn't eat. does رضا does plus infinitive، الانفينيتيف فعل سادة بدون زيادة يبقى شيل مين؟ الاس، يبقى does رضا help. we ما بتاخدش doesn't we don't يبقى we don't like apples. you ما ينفعش يجي قبلها does يجي قبلها مين؟ do يبقى do you take long showers. do plus infinitive يبقى do you have. she بتحب الاس، عايز اقول له هي مش بتحب fast food يبقى she doesn't like. هنا you ما بتحبش الاس يبقى تاخد مين؟ do. اقول له do you like ice cream. do plus infinitive يبقى انا عايز الفعل من غير اي اضافة، عشان الانفينيتيف فعل سادة بدون زيادة. انا عندي هنا cleans فيها اس وcleaning فيها ing وcleaned فيها ايدي، انا عايز الفعل من غير زيادة يبقى clean. عايز اقول له انا لا استيقظ بدري on the weekend في الاجازة، في اجازة نهاية الاسبوع. طب هتاخد مين؟ هتاخد don't يبقى I don't get up. he doesn't plus infinitive يبقى he doesn't play the guitar. هنا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من شرح زمن البريزنت simple. كان عندنا part 1 شرحنا فيه الجملة المثبتة، وعندنا part 2 شرحنا فيه الجملة المنفية والاستفهام. هتلاقي في وصف الفيديو اكسرسايز جميل جدا، ياريت نحل الاكسرسايز وابعته في الكومنتس، ابعته في التعليقات وانا هرد عليك بالاجابات الصحيحة. كان معكم مستر محمد سالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، استنوني، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.